ما بيخونك القرآن، ديروا بالكم، القرآن وفي معكم. والله ما صاحب القرآن إنسان صدق إلا ورأى الخير في الدنيا قبل الآخرة. والله عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن تريده عليك بالقرآن. أي مشكلة معضلة تحل بتلاوة القرآن. طاهي بالمواظبة على تلاوة القرآن تفرغ أنوار في صدر الإنسان، بهذه الأنوار يعزف عن الدنيا، بهذه الأنوار يكره المعصية. في نسب أعلى من أن يكون من أهل الله وخاصته. إذا رتلته وقرأته يكون لك دائما الملهم، آيات الله عز وجل بعقلك دائما بترشدك إلى ما فيه صلاحه، لذلك بتكون أنت من أهل الله. قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بإيه؟ ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قل ورائي: بسم الله الرحمن الرحيم. 190 حسنة خلال 4 ثواني.